كنا كبرنا نتفرجوا الرسوم متحركه، ولكن عمرنا عرفنا باللي كاين اسرار غامضه وراء هذا الرسوم. اليوم غادي نعرض عليكم بعض النظريات اللي غادي يصدموكم على بعض الكرتون اللي كنا تفرجناه. السلام، معكم سايكا ستوري. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش دير لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. اول رسوم اللي كنا تفرجنا له دورايمون. قبل ما نقول لكم الجانب المظلم هاد القصه ديال دورايمون، غادي نقول لكم القصه ديال دورايمون الحقيقيه اللي تعرضت في سبيستون وكنا شفناها. السعاده. دورايمون هو واحد الروبوت قط ازرق جا من المستقبل في القرن 22 وجا باش يساعد واحد الطفل اللي سميتو نوبيتا، ولكن حنايا شفناها في سبيستون اللي كسميتو نوبي. هو كان واحد الفتى اللي كسول وديما ناعس وكان كيساعدو هاد دورايمون. القصه زوينه ومليئه بالمغامرات. من بعد ما عرفتوا القصه الحقيقيه اللي كنا عارفينها، دابا غادي نمشيو للجانب المظلم ديال قصه دورايمون. الكاتب ديال قصه دورايمون كان سميتو فوجيكو، هو جاب القصه من قصه حقيقيه ديال واحد الولد سميتو نوبيتا. وهاد الولد كان واحد الولد اللي وحيد وما عنده حتى شي اصدقاء وكل شيء كيتنمروا عليه. بسبب هاد الوحده والتنمر اللي وقع له، بدا نوبيتا كيتخيل بلي انه معاه واحد الصديق خيالي اللي كان سميتو دورايمون. ومع الوقت تطورت الحاله ديالو وبدا كيهضر معاه وكيضحك غير راسو. من بعد ما لاحظوا الزملاء ديالو في المدرسه وعائلته لاحظوا بلي انه كيتصرف بحال شي واحد هبيل، قرروا باش يديوه للطبيب النفسي. والطبيب النفسي وصف الحاله ديالو بلي ان هاد دورايمون راه مجرد خيال وما كاينش في الواقع. هنا نوبيتا تصاب بواحد الصدمه اللي كانت نفسيه قويه وما قدرش يتقبل بلي ان هاد دورايمون مجرد صديق خيالي وهو كيتوهمه. ومن بعد باش يتهنى من هاد الشيء مشى قبل السلاح ديال باه، وهنا نهى الحياه ديالو. كانت هذه الجانب المظلم من قصة دورايمون، وغادي تكون صادمة بالنسبة للعشاق ديال هذا الكرتون. رسوم الزوج اللي غادي نشوفوه كاملين وكنعرفوه هو سبونج بوب. كنا كنعرفوا الاستاذ ديال سبونج بوب اللي كانت سميتها مدام نوفيخ. واليوم غادي نقول لكم الجانب المظلم من هذه الشخصيه. ولكن قبل ما نقول لكم الجانب المظلم من هذه القصه، غادي نقول لكم القصه الحقيقيه ديال سبونج بوب اللي كنا شفناها في القنوات ديال الاطفال. سبونج بوب هو واحد الرسوم اللي كيحكي على المغامرات ديال البطل سبونج بوب واصدقائه اللي كان منهم بسيط وشفيق ومستر سلطان. وهذا الرسوم كما كنشوفوا ديما كيعطي الايجابيه والتفاؤل للاطفال اللي كيتفرجوا له بفضل الابتسامه والضحك اللي كيكون في داك الرسوم. ولكن واحد الشخصيه اللي غامضه وكاينه في الرسوم ديال سبونج بوب كتخفي موراها واحد القصه اللي مرعبه. مدام نوفيخه. مدام نوفيخه هي الاستاذ ديال سبونج بوب اللي كتعلمهم السياقه، ديما جاده وكتعاونهم في السياقه، ولكن اللي ما عارفينش عليها انها كانت مجرمه سابقه في واحد المدينه اللي كانت بعيده على قاع الهامور. والاسم الحقيقي ديالها كان مختلف، وكانت مرتكبه واحد الجريمه اللي كبيره في مدينه اخرى، وهربات وتخبات في مدينه قاع الهامور. غيرت كلشي الاسم ديالها والحياه ديالها، وهذا الشيء ماشي نظريه فقط بل حقيقه. والدليل انها قالت هاد الهضره بنفسها. ترى واحد الحلقه بينوا بانها كتسرق واحد السياره. النظريه كتقول ان سبب الجريمه ديال مدام نوفيخه ماشي فقط السرقه بل جرائم كبار اللي كانت كديرهم للناس بسبب السيطره على الاعصاب ديالها. كانت ديما كتستسلم. كان هذا الجانب المظلم من قصه مدام نوفيخه. ودابا اللي غادي نمشيو لاكثر رسوم اللي كلكم كتعرفوه الغني عن التعريف، توم وجيري. قصة توم وجيري باختصار هو واحد الفأر وقط ديما مدابزين، وكل حلقة كاينه واحد المغامرة اللي جديدة وقصة جديدة. وكان واحد الرسوم اللي عطى الاهتمامات ديالو بزاف من طرف الاطفال والناس الكبار حتى هما، بالضحك اللي فيه والحماس اللي كنشوفوه في داك الرسوم. ولكن عمركم لاحظتوا الشخصيه ذات البشره السوداء اللي كانت في توم وجيري؟ الشخصيه في هذا الكرتون كانت كتمثل واحد المراه اللي ذات بشره سوداء كتغضب على توم وكتلبس لباس ديال الخدامه
وكتكلم بواحد اللهجة الأفريقية أمريكية قوية، ولكن شي حاجة ديما كانت غريبة. علاش عمرنا شفنا وجهها؟ واحد التساؤل اللي ديما كنتسائلوه، علاش ما كيبينوش بالضبط وجهها، وعلاش بالضبط الخدامة سوداء كتمثل الشخصية غاضبة وسطحية في داك الكرتون. غادي نجاوبكم من كاع على هاد الاسئله، وانا متاكده باللي غادي يصدمكم. النظريه كتقول بلي ان كرتون توم وجيري كيروج لافكار عنصريه في داك الوقت، وداك الشيء بسبب الكرتون انه تصور في الاربعينيات والخمسينيات، وكان وقتها المجتمع الامريكي عامر بالعنصريه ضد السود. كان بزاف ديال الانتاجات اللي كيروجوا للصوره النمطيه خاطئه بالنسبه للنساء اللي كانوا ذات البشرة السوداء. السيدة في الكرتون كان سميتها مامي تشو تشوز، ودابا غادي نفهمكم مزيان شنو كتعني هذه الجملة بالضبط. اول كلمة عندنا هي مامي. هذه الكلمة كانت كتستعمل باش يوصفوا النساء السود الكبيرات في العمر اللي كانوا خدامات في البيوت عند عائلات اللي كانوا بشرة بيضاء، وخصوصا في القرن 19 والبداية ديال القرن 20. وكانت الصورة النمطية هي امرأة سمينة طيبة كتخدم بالصبر وما عندهاش طموحات، وكتكرس الحياة ديالها للعائلات اللي كتخدم عندها. تشوز المعنى الحرفي ديالها هي جوج ديال الأحذية، ولكن هنا كتعني انها شخصية مجهولة الهوية، لان في الكرتون ديال توم وجيري المشاهد كيبان غير رجليها وصباطها، اما وجهها ما كيتشافش وعمرنا شفناه. عدم الظهور ديال المرأة الخادمة اللي كانت في كرتون توم وجيري ماشي صدفة، بل جزء من التحقير، كأن هويتها ماشي مهمة، وأنها جزء من الديكور اللي كيغضب وكينظف ويمشي بحاله. وفعلا في السنوات اللاحقة بزاف من المنظمات طالبوا بحذف المشاهد ديالها ولا التغيير ديال الصوت ديالها، حيت لاحظوا هذا الشيء وداروا رقابة عليها. هذا هو الجانب المظلم من قصة توم وجيري، وبالضبط الشخصية الخادمة اللي كانت في قصة اللي كنا كنشوفوها. وقولوا لي في الكومنتات شنو هو افضل رسوم عندكم، وشنو هو الجانب المظلم اللي بغيتوه نديرو في الفيديو الجاي. الفيديو غيسالي هنا، ونتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو.